السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة ببورسعيد. سؤال في العيادة، والسؤال النهاردة كانت إحدى الأمهات معاها حديث ولادة، الطفل الأول ليها، وبتسأل أنا ابني ما بيسيبش صدري وطول الوقت بيعيط وطول الوقت عايز يرضع وطول الوقت بحس إن صدري مش مكفي الولد في الرضاعة وعايزاك تكتب لي إضافة أو لبن صناعي. السؤال متكرر جدا جدا بالذات في الأول مرة، وبالذات في الناس اللي حواليها بيضغطوا عليها ويقولوا لها ان هو مش شبعان وهو عمال يدور. البيبي حديث الولاده بيحتاج يرضع كل ساعه ساعتين. كميه الرضاعه في اول ايام بتبقى قليله جدا كسوائل، لان معدته بتبقى قد حجم الكريزه، قد حجم الليمونه، قد حجم، بتبتدي تزداد تدريجيا. فهو كميه اللبن اللي موجوده عند الام بتكون مكفيه لحجم المعده دوت ومناسبه جدا جدا جدا. لكن هو الطفل بيحب يرضع كتير مش علشان جعان ومش علشان اللبن مش مكفي. الدليل على كده ان في المرحله المتقدمه من عمر الطفل لما بنضيف اي حاجه زي التتينا او الباسيفاير، في ناس بتوافق عليها وناس بتعترض عليها، لكن في النهايه الاطفال اللي بتاخدها بتسكت بيها وهي ما بتنزلهمش اكل ولا بتديهم اي محتوى. يعني مش معنى كده ان الطفل بيطلب كتير وانه بيدور كتير وان كده ان هو جعان وبتاع. طب اعرف ازاي ان ابني بيشبع من الرضاعه الطبيعيه وان الرضاعه الطبيعيه مكفياه ومش محتاجه لبن صناعي؟ سهل جدا ان احنا نقيم الامر بثلاث حاجات سهلين جدا. طول ما انت بترضعيه كويس هتلاقي الحفاض على طول مليان، والحفاض بيعمل بيبي كويس وبيعمل بول وبراز مرتين 3 مرات في اليوم بكميات كبيره وكميات كويسه جدا. ادي رقم واحد. رقم اتنين، هتلاقيه بينام وبينام كويس بالنهار ويمكن بيصحى بالليل شويه، لكن بينام مع الرضاعه وبينام كويس. رقم ثلاثة، زياده الميزان. زياده الميزان هو في اول 15 يوم ممكن ما يحصلش زياده كويسه، لكن بعد 15 يوم بيزيد حوالي 200 جرام في الاسبوع في اول 4 شهور. فهنا القياسات دي هي اللي مهمه. انا ماليش دعوه هو بيدور، هو عايز يرضع، مش معنى انه عايز يرضع كده. الحاجه الثانيه الابيوز بتاع الامهات، ان انت تحطيه على صدرك ال 24 ساعه لحد ما صدرك يتعور ولحد ما صدرك يجيب دم ولحد ما تقدريش ترضعيه ونبوظ الرضاعه، برده مش صح. انت بتحطيه ربع ساعه ثلث ساعه على الصدر ده، ربع ساعه ثلث ساعه على الصدر ده، وبتريحي ساعه ساعتين. في الفتره دي حد بيشيله بعيد عنك ويرجعه لك تاني لما يهدى. لكن ان هو يحط الصدر في بقه في ال 24 ساعه 24 ساعه، صدرك هيتعور وهو هيبقى تعبان وهيحصل لخبطه. مش معنى كده ان احنا ننظم الرضاعه، هو بريست فيدنج اون ديماند حسب رغبته زي ما هو عايز، بس برضه ما يبقاش فيه ابيوز جامد. يبقى الخلاصه احنا ما بنحتاجش لبن صناعي خالص في الفتره الاولانيه. مش معنى ان الطفل بيعيط وبيدور وعايز يرضع ان انا اكتب له لبن صناعي او انا اديله لبن صناعي. طول ما هو بيعمل بول وبيعمل براز وبينام وبيزيد في الوزن هو مش محتاج لبن صناعي. اطلب تمنياتي لحضراتكم واطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.